السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مجالات الشغل على النت، ايه هي وازاي الشخص يعرف ان هي مناسبة ليه. الفيديو ده موجه اكتر للآباء اللي عندهم اولاد صغيرين وللإخوة الكبار اللي هم عندهم اخواتهم صغيرين. مش هقول سن معين، يعني مش هقول مثلا الفيديو ده موجه للشباب مثلا ان هم في مرحلة الثانوي او بداية الجامعة او غيره، وهقول ده ليه. بس يعني الفيديو ده بشكل عام موجه للجماعة الابهات او الابناء اللي هم عندهم اولاد صغيرين، وموجه اكتر بكتير قوي للاباء. تمام. قبل ما نبدا، في تنبيه مهم جدا لازم اقوله في الاول، الا وهو ان مش عايز حضرتك تفهم كلامي اللي جاي ده ان انا يعني بقول او بنصح بان ولادك مثلا يركزوا اكتر او يتمسكوا بالحياه الدنيا، بالحياه بشكل عام، ويسيبوا اخرتهم. بمعنى لو عندك مثلا طفل صغير، انا لو عندي انا طفل صغير، مش هركز في ان انا زي ما الناس بتقول او زي ما الناس بتحاول تعمل دلوقتي. مش هركز في ان انا اعلمه البرمجه واعلمه الحاجات اللي هنا والذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها، قد ما انا هعلمه او هخليه يركز على تعليم تعلم دينه. ليه؟ لأسباب كتير جدا، لأن التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر، ويعني لما بنعلم الطفل حاجة بيفضل عليها وخلافه. وعلى رأي المتنبي تقريبا لما قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فاللي بنعود أطفالنا عليه، بنعودناهم مثلا على صلاة، عودناهم على عادة كويسة أو حتى على عادة وحشة، هيكبروا عليها. فبالتالي هم الأطفال بيكونوا في وقت وهم في سن صغير كده، بيكونوا أرض خصبة، عندهم مساحة من الوقت غير محدودة، مش متاحة، مش هتبقى متاحة ليهم لما يدخلوا الابتدائي. والوقت ده هيقل أكتر لما يدخلوا الثانوي، وهيقل أكتر لما يدخلوا الكلية، أكتر وأكتر لما ينزلوا لسوق العمل. فبالتالي برأيي أنا الغير ملزم إن وقت مثلا الطفولة والفترة اللي هي يعني بداية قبل المراهقة وحتى المراهقة وخلافه وطول عمرهم بالمناسبة. بس يعني خلينا نقول نركز ان في الوقت ده، علشان الناس دلوقتي بقوا ماشيين اكتر في اتجاه ان هم علموا ولادكم برمجة المستقبل في الذكاء الاصطناعي وخلافه. بس بتلاقي الواحد منهم مثلا عنده 20 وعنده 25 وعنده 30 سنة، ومش عارف اساسيات دينه، مش عارف ازاي يصلي صلاة صح، مش عارف ازاي، يعني مش عارف احكام بسيطة، مش عارف الموضوع الفلاني او الحاجه الفلانيه حرام ولا حلال، في حين انها حاجه واضحه جدا. بس هو عشان ما نشأش او ما ترباش تربيه كويسه ركزت على اساسيات الدين وحاجات زي كده، فهو مش عارف. دي نقطه تانية، بتلاقي الواحد منهم برضو اقل من 20، اكتر من 20، 30 اكتر حتى، بيكون يعني لضعف يعني ايمانياته وخلافه. اول ما بيصاب بمصيبه او بمشكله او بحاجه بينهار قدامها، لان من تاني ما عندهوش عقيده راسخه، مش فاهم يعني دينه، مش فاهم ربنا او مش عارف ربنا بشكل كافي. مش مؤمن بحاجات كتير المفروض ان هي يعني اساسيات. تمام. المفروض ان هي من 20 سنه فاتوا، من 30 سنه فاتوا، ايا يكن كانت اساسيات كنا بنتولد بيها، بنكتسبها من الحياه بشكل عام. دلوقتي لا، لازم نزرعها فيهم. دي نقطه. بجانب بقى نقطه كمان، ان الاجندات اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي يعني بتزق الاطفال، لان هم اكتر حد ممكن ناثر عليهم يعني، او ياثروا عليهم هم، بيزقوهم او بيبعدوهم بعد عن الدين، بيبعدوهم بعد عن القيم، بيبعدوهم عن الاخلاق، بيبعدوهم عن العادات، بيبعدوهم عن المبادئ، بيبعدوهم عن الفطره نفسها، بيبعدوهم عن كل حاجه. فبالتالي بقينا لازم احنا يبقى في قوه مضاده، هم بيزقوا احنا نزق اكتر منهم. تمام. الزقه اللي هتكون اكتر منهم دي علشان بس احنا يعني احنا مش هنزقهم كده عشان نطلعهم الفضاء بس، لا، ده احنا بس هنزقهم عشان يرجعوا للدين والفطره، الاساسيات. تمام. من تاني، مش عايز الكلام اللي انا هقوله ده يتفهم ان انا بنصح بالتمسك بالدين وان بالدنيا، وان هي دي الحاجه الباقيه خالص خالص. احنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا خلقني، خلق حضرتك، وخلق اولادك واولاد ولادك، وخلق مش عارف 105 125 الف نبي اللي خلقهم، ومليارات المليارات من البشر، من اول يعني سيدنا ادم لغايه يوم القيامه. خلقهم ليه؟ علشان يعبدوا ربنا. ما خلقوهمش عشان يكونوا السي اي او اللي هو مثلا مؤسس شركه معينه، ولا يكون اغنى واحد في بلده، ولا اشطر واحد في الفصل بتاعه، ولا أي حاجه من الحاجات دي كلها. خلقنا كلنا علشان نعبد ربنا. بس احنا بنعمل اللي علينا من ناحيه الشغل والسعي والحاجات دي كلها علشان نعرف نعيش بحريه شويه. ونعرف الموضوع ده هتكلم عنه في فيديو في اواخر السلسله بشكل عام يعني عامه. عشان بس يبقى عندنا شويه حريه نعمل فيها اللي احنا عايزينه، واللي هو اساسي او من الاساسيات طبعا ان احنا نكون بنعبد ربنا.
حلو لحد كده. خلينا نجتاز المقدمه المهمه جدا والضروريه جدا دي، ونبدا في الكلام عن الموضوع ده. ايه هي مجالات الشغل على النت؟ مجالات الشغل على النت دي ليها تعريفات او ليها مصطلحات كتير قوي. منها مجالات الشغل الديجيتال، مجالات الشغل على النت، ايا يكن من التسميات والمصطلحات، ولكن هم بيدوروا في فلك حاجه واحده بس، اللي هي الشغل على النت. ايه الشغل على النت؟ الشغل على النت هو يعني كلمة أو مصطلح بيوصف أي حاجة، أي مهارة عند الشخص، أو حاجة بيقدر، أو مهمة، أو حاجة يعني بيقدر يعملها بس عن طريق النت أو على الكمبيوتر بشكل عام. تمام. الحاجات دي بتكون المتعارف عليه أو المشهور منها بشكل عام هو حاجة مثلا زي التصميم الجرافيكي، أو تعديل الفيديوهات، أو التسويق الإلكتروني. هنتكلم عنهم كمان شوية. نرجع بس خطوة لورا. أي حاجة حضرتك بتستهلكها اغلب الوقت بنسبه يعني يمكن 99% او 100% حتى من الوقت، اي حاجه بتستهلكها او بتستخدمها او بتشوفها على الموبايل او على الكمبيوتر، او اي تعامل مع الموبايل او الكمبيوتر بشكل اساسي، ومع حتى الات تانية غيرهم، هي قايمه على او داخله في تصنيف او اتعملت يعني عن طريق الناس اللي هم شغالين في المجالات دي. بمعنى ايه؟ بمعنى الفيديو مثلا اللي حضرتك بتشوفه على الفيديو على اليوتيوب، بعيدا عن الفيديو بتاعي، الفيديوهات اللي بتشوفها على اليوتيوب دي، الفيديو ده علشان يتعمل هو مفيش شخص واحد بس عمله، هو في اشخاص كتير قوي عملوا حاجات مختلفه. كل واحد منهم عنده تخصص، او يعني شغال في تخصص معين اللي هو جوه مجال معين. هتكلم عن النقطه دي بعدين برضه. بمعنى او مثلا كمثال، الفيديو اللي حضرتك بتشوفه مثلا، في واحد جاب الفكره وغالبا هو اللي كتب السكريبت ده هو الكلام اللي بيتقال. تمام. في واحد تاني بيقدم الفيديو، يعني حد مثلا زي كده ما بيتكلم وبيقول السكريبت اللي هو النص اللي مكتوب، اللي هو نص الفيديو المكتوب. وفي حد تالت كان بيصور الشخص ده، ماشي. وفي حد رابع كان اللي هو اللي اسمه محرر الفيديوهات او فيديو اديتور، هو اللي اخد الفيديو ده اللي هو الفيديو المتصور، قطعه، شال حاجات ملهاش لازمه، حط مؤثرات صوتيه، حط حاجات في الجرافيك اللي هي صور وحاجات زي كده، وخلافه. وفي حد كمان خامس يعني عمل مثلا، اخذ الفيديو ده ومسؤول هو مثلا يعني بتاع تسويق الكتروني او غيره، اخذ الفيديو ده ونشره على منصات معينه بعنوان معين في وقت معين بطريقه معينه، اخذ مقطع من هنا حطه في المكان الفلاني، مقطع مش عارف ايه، علشان عشان يحقق انتشار للفيديو ده، وعلشان يجيب مشاهدات وخلافه فيما بعد يعني. ده الفيديو الواحد، يعني ده فيديو. ده مثال على الفيديو اللي هو الفيديو اللي بتشوفه على يوتيوب. طيب البوست مثلا اللي بتقراه على على الفيسبوك، ولا الاعلان اللي بيجي لك على الفيسبوك لما مثلا بتكون بتقلب في الفيسبوك كمثال، او اي منصه تانية عامه، وبتلاقي اعلان عن مش عارف مثلا مروحه، ولا يعني بنطلون، ولا حذاء عزك الله، ولا ان يكن. الاعلان ده علشان يجي لحضرتك على الموبايل ما جاش كده، يعني مش واحد مثلا ايه، انا عندي والله مثلا عندي منتج معين عايز اعمل له مش عارف ايه، يعني عندي مثلا منتج زي الفاره دي مثلا عايز ابيعها، لا هو ما حدش عمل كده ومره واحده الاعلان اتنشر على النت، لا ما حصلش ده. في شخص اختار المنتج اللي هو مثلا مروحه، ايا يكن ثلاجه، ايا يكن المنتج يعني. وفي شخص تاني جاب فكره الاعلان، في شخص ثالث عمل الفيديو او عمل التصميم، في شخص رابع اخذ الحاجات دي كلها وحطها في اعلان، سطب او عمل اعلان اللي هي حمله اعلانيه. قال مثلا والله انا عايز مثلا اعمل الاعلان ده في مصر كمثال، او في محافظات معينه في مصر، للناس اللي هي عمرها من سن معين لسن معين، واللي هم مهتمين كمثال بالاجهزه الالكترونيه، مهتمين بمش عارف يعني اللي هي الديكورات بتاعه البيوت الى اخره من الحاجات دي كلها. علشان في الاخر بعد كل الحاجات دي كلها يجي لحضرتك الاعلان يظهر لك انت فقط. فمن تاني بقى، الاعلان او الفيديو او ايا يكن على النت بشكل عام، هو مش بيجي مره واحده كده، مش شخص واحد اللي بيعمله، ناس كتير جدا، كل واحد منهم شغال، يعني شغال جوه مجال كبير، وهو ماسك تخصص من التخصصات دي او اكتر من تخصص عامه. نقطه كمان الا وهي ايه هو الفرق بين القطاع والمجال والتخصص. علشان نوضح النقطه دي هندي مثال، هدي مثالين كبار. مثال عن المجالات اللي هي بره الشغل اللي على النت ده، ومثال كبير برضو بالمجالات دي نفسها. علشان نوضح ايه هو مثلا القطاع والمجال. بشكل مبدئي القطاع، خلينا مثلا نقول في عندنا مثلا مهندس، مفيش مهندس بيخرج هو مثلا شغال في كل حاجه، ممكن مثلا يصمم او يعمل طرق ويعمل شقه في نفس الوقت، ممكن يعمل عماره، ممكن يعمل منشاه، ممكن يعمل مستشفى. مفيش حد بيعمل كده حتى لو ظن ان هو قادر يعمل كده، صح كده؟ ولكن احنا عندنا مهندس مثلا والله ايه انشاءات، مهندس مش عارف ديكورات، مهندس كذا، مهندس كذا، مهندس كذا. القطاع اللي هي الاندستري هنا، اللي هي الهندسه،
زي مثلا ما في قطاع تاني خالص اسمه الطب. ماشي. والمجال هو مثلا والله هندسه مش عارف انشاء، مش فاهم، مش عارفهم الصراحه، بدي امثله يعني. والله مثلا هندسه انشاءات، والله هندسه كذا، زي مثلا دكتور باطنه، دكتور اسنان. هو القطاع الطب. ماشي. هو دكتور باطنه، دكتور اطفال، دكتور مخ واعصاب، دكتور حاجه ثالثه خالص، دكتور حاجه هنا، دكتور حاجه هنا، الى اخره. تخصصات ايه هي او مثال عليها؟ مثلا والله ده دكتور اسنان اطفال. ماشي. ده دكتور بطنه مثلا حديث الولاده، لو في حاجه زي كده انا مش عارف يعني. مثلا ده دكتور مش عارف بطنه كبار. مثلا على مثال الهندسه، ده مهندس، هو في الهندسه مهندس مثلا انشاءات معماري، او مهندس ديكورات، او مهندس اللي هو تصميم داخلي، او مهندس مش عارف كذا، او مهندس كذا. حلو. عشان نوضح الفكرة محتاجين ندي شوية أمثلة على المجالات دي. من أمثلة المجالات دي أو المجالات، خلينا نقول المجالات دي كتيرة جدا جدا جدا. مجالات الشغل على النت دي كتيرة جدا 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 جدا، والتخصصات اللي فيها كتيرة جدا جدا جدا، يعني 10 مرات كمان. تمام. من أشهرهم هو مجال زي البرمجة، مجال زي الذكاء الاصطناعي، مجال زي تحليل البيانات، إلى آخره من الحاجات دي كلها، اللي هي يعني ساعات بتتغير. ساعات مثلا والله المجال ده هو دلوقتي مثلا ايه مشهور شويتين، المجال التاني مثلا والله الاهتمام بيه قل شويه، مجال تالت والله في وقت معين او في فتره معينه او بسبب حاجه معينه او ايا يكن بقى عليه طلب اكتر من مجال، من المجالات التانيه وخلافه. المهم من امثله المجالات دي مجال زي البرمجه، تحليل البيانات، ذكاء اصطناعي، تسويق الكتروني، اللي هو تحرير الفيديوهات، تصميم، اللي هو التصميم الجرافيكي يعني الجرافيك ديزاين وخلافه. من الحاجات دي كلها امثله سريعه جدا جدا جدا. ايه هو مجال مثلا مجال زي البرمجه؟ مجال البرمجه ده انا مثلا لو انا دلوقتي حبيت ان انا ادخل على الكمبيوتر ده افتح مثلا موقع معين، انا مش هقول الكمبيوتر، مش هقعد كده مثلا اقول له افتح لي موقع مثلا كذا بتاع الاخبار، ولكن انا هدخل هروح كده اجيب المتصفح زي ما حضرتك بتعمل على الموبايل، هجيب المتصفح وهكتب عليه مثلا اسم موقع معين، او اكتب مثلا اخبار عشان هو يجيب لي الاخبار. طيب قبل بقى ما قبل ان انا وصلت للبرنامج وبدوس عليه، مين اللي عمل البرنامج ده؟ اللي عمل البرنامج ده هو حد اسمه مبرمج. المبرمج ده خلينا نقول الكمبيوترات مش بتفهم لغتنا، تمام؟ عامله بالظبط زي ما يكون مثلا حد راح بلد اجنبيه، فهو عايز يتعامل مع الناس اللي هناك، انا مش هروح اتعامل معاهم مثلا هناك بلغتي انا، صح؟ حد مهما كانت لغتي عزيزه عليا وكل حاجه، ولكن هتعامل معاهم بلغتهم. نفس النظام، الكمبيوتر مش بيفهم لغتنا، الكمبيوتر عنده لغه معينه اللي هي لغه الارقام، اللي هي صفر وواحد. اللغه دي علشان انا اتكلم مع الكمبيوتر او اديله امر وينفذه، انا محتاج ان انا اتكلم معاه بلغته. اللي فاهمين اللغه دي هم مين؟ هم حد وسيط في النص اسمه مبرمج. المبرمج ده بيعمل حاجات كتير جدا، او من الحاجات اللي بيعملوا حاجات كتير جدا، منها البرامج اللي بتكون على الموبايل، منها البرامج اللي بتكون على الكمبيوتر، منها المواقع اللي هي بتكون على النت، منها البرامج اللي هي بتكون بتاعه الاجهزه اللي بتشغل اجهزه معينه مثلا. ما هي الاجهزه دي بيكون فيها شريحه مثلا الكترونيه بيبقى واخده برمجه معينه، برضو في حد بيعمل لها الكلام ده كله. حلو لحد كده. المجال الكبير مجال البرمجه ده مجال كبير جدا، وفيه تخصصات كتيره جدا 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 جدا. تمام. ومن المجالات المطلوبه علشان يعني يقولوا المستقبل بقى والحاجات دي كلها. بس يعني ان شاء الله ممكن نتكلم عن الموضوع ده لو ما نسيتش في الفيديو، ان اغلب المجالات مطلوبه، والشخص لما بيتميز بيكون مطلوب وبيكون يعني عليه طلب وحاجات كتير من دي. المهم مجال تاني او حاجه تانيه زي مجال مثلا زي اللي هو كمثال التسويق الالكتروني مثلا. ماشي. التسويق الالكتروني ده مجال، هو مجال انا مثلا لو عندي منتج مثلا ده اسمه ماوس مثلا بتاع كمبيوتر، او اسمه مش عارف مروحه، او اسمه مش عارف او عندي خدمه، حتى خدمه زي مثلا والله انا دكتور بقدم خدمه، او بقدم مثلا خدمه تكميم المعده، او خدمه مش عارف عمل كذا، او خدمه حل مشكله كذا او كذا. او حد تالت بقى في تصنيف تالت كبير قوي اللي هو المحتوى، تسويق المحتوى، بس بعيدا عنه مش هنتكلم عنه دلوقتي. المهم انا دلوقتي لو عندي منتج او خدمه، ماشي، زمان الناس او الشركات، خلينا نقول الشركات كانت بتسوق منتجاتها عن طريق ايه؟ عن طريق ان هم بينزلوا مندوب مبيعات. الشركه مثلا بتاعت برسيل، ولا شركه مش عارف شيبسي ولا بيبسي، بعيدا عنهم كلهم يعني تحت رجلينا كده عشان طبعا مقاطعه وخلافه، بس ما علينا. المهم الشركات دي مثلا كانت الاول علشان
تعمل تسوق منتجاتها، كانت بتنزل مندوب مبيعات بعربيه ينزل على المحلات ومراكز التوزيع الكبيره وخلافه، ويبعت لهم او يديهم منتجات، والله نجيب لكم ثلاجه نحط فيها منتجاتنا علشان تجربوها، علشان وعلشان وعلشان. ولكن مع تطور الوقت ماشي، ومع كون ان الناس بقت طول الوقت موجوده على موبايلاتها ماشي، فبقى من الضروري ان هم الشركات دي تستغل الحاجه دي، تستغل الفرص دي. صحيح صح كده. فبالتالي بقينا احنا نشوف دلوقتي مثلا، او حتى من زمن، ان شركات مثلا زي الشركات الكبيره بتاعه الاغذيه، شركات مش عارف المنتجات اللي هي اللي بتبيع منتجات ايا يكن، منتجات ايا يكن، كلهم كل الشركات بشكل عام بيسوقوا لمنتجاتهم عن طريق النت، حتى لو ما سوقوش ليها بشكل مباشر. يعني مثلا حتى لو شركه اسمها كذا ايا يكن الشركه، ما عملتش الاعلان بتاعها مثلا، مش كل مره في الاعلان اللي هو على الفيسبوك او حتى على التلفزيون او غيره، ما بيقولوش فيه اشتري المنتج بتاعنا، والله مش عارف كذا 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 واشتري المنتج بتاعنا، عشان مش بيعملوا كده. حتى لو هم مش بيعملوا كده، فهم بيعملوا بس بيقعدوا يعملوا كامبينز او حملات اعلانيه علشان الناس يفضلوا فاكرينهم، ويفضلوا في ذهن الناس هم افضل شركه او افضل منتج او ايا يكن. ازاي تعرف ان المجالات دي مناسبه لابن حضرتك او اخوك الصغير او غيره؟ اتكلمت في فيديوهات سابقه في الفيديو، يعني في قائمة التشغيل أو البلاي ليست دي، اتكلمت عن الموضوع ده، اتكلمت عن ازاي الشخص يختار مجال مناسب ليه. اتمنى يعني لو حد بقى خلاص قررت انه مش عارف، يعني ابنك او اخوك او ايا يكن هيتعلم مجال منه، ممكن يرجع للفيديوهات دي. هو مش فاكر كان فيديو رقم كام، بس هو فيديوهين كبار اللي هو ازاي تختار مجال شغل مناسب ليك او حاجه زي كده. بمجرد بس ما تشوف البلاي ليست، قائمه التشغيل بتاعت الفيديوهات، هتعرفها ليه ممكن ابنك او اخوك يشتغل في مجال من المجالات دي كلها. اول عن اخر، بسم الله الرحمن الرحيم كده، احنا والناس كلها بشكل عام بيشتغلوا علشان الفلوس. حلو. الناس بتدخل ولادها مدارس ماشي، بيدخلوهم ثانوي يعني بيعصروهم كده في الثانوي، وبيدخلوهم جامعه وبيتابعوا وبيصرفوا عليهم دم قلبهم ومش عارف ايه، مش علشان العلم. بالاخر المدارس والجامعات ما بيعلموش صح. انا مش بتكلم، مش بقول كلام جديد، كلنا عارفين الكلام ده صح ماشي. الاهالي بيدخلوا اولادهم المدارس والثانوي والجامعات ومش عارف ايه بيضغطوا عليهم وبيصرفوا عليهم وكل الحاجات دي كلها علشان يتعلموا، مش عشان يتعلموا العلم للعلم نفسه، ولكن عشان يتعلموا الحاجه اللي هي مطلوبه في سوق الشغل او في سوق العمل يعني. صح ولا انا غلطان؟ اذا احنا الناس بيتعلموا من اول الحضانه، يعني تقريبا من اول الحضانه لغايه ما بيتخرجوا، اللي هو الكليه وما بعد الكليه. مثلا لو حد بيعمل حاجات تانية بعد اللي هي الكليه، دراسات عليا او غيره، او حتى بيذاكر كورسات مع نفسه او تدريبات وخلافه، فهو علشان الفلوس صح. فبالتالي بقى نتكلم عن الموضوع انا بس بحب ايه، اجيب النقطه اللي في الاخر ونبدا بيها، يعني النتيجه. بص الايه، النتيجه اللي هنوصل لها، خلينا بقى نجيبها ونتكلم عنها دلوقتي ماشي. فاحنا الناس بتشتغل عشان الفلوس، المجالات دي بتوفر الموضوع ده. يعني بتوفر الموضوع ده كمثال، والله مثلا ممكن شخص بتوفيق ربنا وباجتهاده وكل الحاجات دي كلها، او يعني بعد توفيق ربنا وبعدين يجي اجتهاده وكده، ممكن شخص، خلينا نقول مثلا في شخص عشان يوصل ان هو مثلا يبقى عنده دخل شهري برقم معين، مش هقول رقم بس رقم معين كذا الف جنيه مثلا، في المسار الطبيعي هو محتاج ان هو يدخل مدرسه، ثانوي، جامعه، بعد الجامعه يذاكر وينزل تدريب في شركه ومش عارف ايه، وبعدين يشتغل بمرتب بسيط جدا، وحتى ممكن يشتغل ببلاش الى اخره من الحاجات دي كلها، علشان في الاخر يعمل ايه؟ علشان في الاخر يشتغل وياخد فلوس بعد سنين كتير جدا، هياخد مبلغ معين صح. طيب المجالات التانية دي هي سريعة شوية. يعني عارف حضرتك مثلا لما يكون في، انا مثلا عايز اروح مشوار معين مثلا، وقدامي طريقين، طريق العادي المعروف وفي طريق فيه اختصار شوية، تمام. فالطريقين تمام، الطريقين كويسين، بس في طريق مش معروف قوي او مش منتشر قوي، او والله كل الناس بتمشي بالطريق ده عشان كل الناس ضامنه الطريق ده، كل الناس عارفه الطريق ده، فبالتالي كل الناس في الطريق ده، بالتالي المشي فيه اصعب، المشي فيه ابطا، ممكن يكون في مشاكل على الطريق نفسه اكتر، ممكن مشاكل زي زحمه في الطريق، ممكن والله في بيعملوا عشان مثلا بيعملوا صيانه صغيره او صيانه في حاجه صغيره في الشارع، الشارع كله يعطل. بيحصل، احنا في مصر يعني صح ولا لا؟ ولكن الطريق التاني اللي هو المختصر، مش كل الناس عارفاه، بالتالي مش كل الناس بتمشي فيه، بالتالي هو بنسبه كبيره بانه مختصر فهو اسرع صح كده. فنفس من تاني بقى، الشخص اللي هو وصل لمبلغ معين من الدخل الشهري بعد سنين كتير جدا جدا جدا، منهم كمثال يعني 4
جامعه وثلاثه ثانوي وثلاثه اعدادي وسته ابتدائي، 4 و3 7، 7 و3 11 تقريبا، 7 و3 10 سوري، 7 و3 10، 10 و6 16. هنقول 10 مش هنقول 16 ولا هنقول 15، هنقول 10 سنين علشان يوصل لدخل، بعيدا برضو عن انه لسه هيذاكر بعد الجامعه وهينزل تدريب وحاجات دي. 10 سنين ماشي. هنسيبنا كمان يعني هنقول هنسيب الاعدادي، هنسيب الابتدائي وهنسيب الاعدادي وهنسيب الثانوي. ده انا نسيت حتى اذكر الاعدادي. هنسيب الابتدائي والاعدادي والثانوي وهنمسك في 4 سنين الكليه بس. هنخليهم خمسه علشان 4 سنين وبينزل بعدين يقعد يتدرب الحاجات دي كلها. هنقول 5 سنين. في المجالات التانيه دي ممكن شخص يوصل لنفس المبلغ ده ماشي بعد سنه او اكتر. ماشي بعد سنه، مش هقول لك بقى بعد كام شهر زي الناس النصابه اللي بتقول لك ايه، بتقول للشباب يعني اتعلم البرمجه في 3 شهور ولا في شهر ونص ولا في 90 يوم ويبقى جامد. لا لا لا، مش كده. الموضوع مجهد ومحتاج وقت ومجهود ومحتاج حاجات كتير جدا يعني. المهم فممكن الشخص ده يوصل لنفس المبلغ ده ممكن بعد سنه، ممكن بعد اقل من سنه، ممكن بعد اكتر من سنه. ممكن النتيجه دي هيوصل لها بناء على عوامل كتيره، منها توفيق ربنا ليه، ومنها هو قد ايه حابب المجال، منها قد ايه هو ربنا موفقه فيه زي ما قلنا من شويه، منها قد ايه هو المجال ده هو داخل مجال مختار، مجال مربح اصلا او كويس او عليه طلب، منها قد ايه هو حد فراك. يعني ايه فراك؟ يعني حد بيسعى بيتحرك، مش اول مشكله تقابله خلاص انا مش عارف ايه ده، المجال ده مش بتاعي او مش الى اخره يعني من الحاجات دي كلها. حلو لحد كده. الشخص ده زي ما قلنا ممكن يعمل نفس المبلغ ده اللي هو بعد 5 سنين، ممكن يعملوه في سنه او اقل من سنه او اكتر من سنه، بس مش هيوصل مثلا لسنه ونص سنتين، مش هيوصل لحاجه زي كده حقيقي. شفت حالات كتير جدا قدام عيني، جدا قدام عيني، ما وصلوش لحاجه او يعني ما كانوش حاجه زي كده. في مجالات توضيح مهم بس جدا خالص خالص يعني، في مجالات بيبقى الشغل فيها السوق فيها مشبع ماشي. فبالتالي لما الشخص يختارها زي ما قلنا من شويه لازم يختار مجال مربح كويس يعني او له مستقبل او عليه طلب. في مجالات مشبعه او متشبعه يعني يكون لما الشخص بيختارها هو بيدخل في بحر منافسه ماشي. زي برضو بالظبط مثلا مجالات اللي هي كمثال المجالات اللي هي الهندسه مثلا، كل الناس ما زالت لسه بتدخل ولادها هندسه لاعتقادهم وظنا منهم ان الهندسه بتدي ولادهم برستيج، وبتديهم مثلا اللي هي بتزود من فرصهم في الربح ان هم يعني يكسبوا فلوس كتيره وخلافه من الحاجات دي كلها. بس كل الناس بتدخل ولادها او اغلب الناس بتدخل ولادها المجال مثلا زي الهندسه، ما عنديش مشكله معاهم والله خالص. آه، ولكن بالتالي ناس كتير في المجال قانون العرض والطلب بيشتغل هنا في كل حاجه تقريبا يعني. كل ما كترت كتر المعروض كل ما قل الطلب عليه، وكل ما قل اللي بيدفع فيه. كل ما زاد عدد المهندسين كل ما كان الطلب عليهم قليل، وكل ما كان اللي بيدفع ليهم قليل، صح كده؟ في نفس النظام في المجالات دي، نفس القانون العرض والطلب بيمشي على تقريبا كل حاجه في الحياه. حلو لحد كده. اتكلمنا لحد دلوقتي عن الفلوس، دي نقطه. تاني نقطه، فرص الترقي بشكل عام، مش هقول الترقي الوظيفي، فرص الترقي او الترقي الوظيفي بشكل عام بما انها معروفه كده. في المجالات الشغل العاديه مثلا، المجالات اللي هي اللي مش هقول العاديه واللي مش عاديه، بس يعني المجالات اللي هي المتعارف عليها والمجالات اللي هي الديجيتال او اللي على النت. في المجالات اللي هي العاديه او المتعارف عليها دي الترقي فيها بيكون ليه اعتبارات كتير قوي، منها انه والله لازم تعدي سنين معينه من الخبره او سنين معينه اصلا في المكان، منها انه والله لازم يعني في محسوبيه في الموضوع مش ماشي بشفافيه. والله ده مش عارف فلان علشان عارف المدير فهو بيترقى، او فلان عشان مش عارف يقرب لفلان ولا مش عارف بيترقى او الى اخره من الحاجات دي كلها. ولكن في المجالات دي بتبقى بنسبه كبيره جدا 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 مرتبطه، بنسبه كبيره جدا مرتبطه بحاجات الشاب نفسه قادر ان هو يطورها في نفسه، بداية من اللي هي المهارات الناعمة اللي هي مثلا زي قدرته على التعامل مع الناس، حل المشاكل، حاجات كتير زي كده. لان كل الناس بتنسى الموضوع ده، بس المواضيع دي بس هي مهمة جدا. ومنها المهارات اللي هي الهارد سكيلز او اللي هي المهارات مش عارف بيسموها ايه، المهارات الصعبة اللي هي الحرفة اللي هم بيعملوها نفسها يعني. كل ما كان الشخص متمكن منها وعارف فيها، عارف عنها وخبير فيها وخلافه، كل ما كان برضو من تاني فرص الترقي بتاعته اعلى ماشي. منها بقى اعتبارات كتير يعني، حاجات كتير بس كلها او اغلبها في ايد الشخص ان هو يعمل. حتى لو يعني حتى لو العلاقات، ان هو مثلا يبقى لازم عنده علاقات ومش معروف في مجاله الكلام، قادر يعمله. ان هو يبقى معروف في مجاله قادر يعمله بحاجه اسمها البيرسونال براندنج او الترويج الذاتي. ان هو يبقى معروف. ايه الفرق مثلا ما بين دكتور، في دكتورين شاطرين مثلا الاثنين حرفيا نفس مستوى الكفاءه، بس في واحد عيادته ما بتفضاش، هو رزق ربنا طبعا، بس اقصد في واحد مثلا عيادته ما بتفضاش، خلينا نتكلم انه بسبب انه معروف ماشي. وفي واحد تاني والله مش معروف كفايه في مكان بعيد شويه او غريب شويه، او مش بيعمل لنفسه دعايه كافيه او الى اخره من الحاجات دي كلها. طبعا من تاني بعد توفيق ربنا لكل واحد، بعد رزق ربنا لكل واحد منهم،
بنتكلم بس عن الجوب اللي بعد كده. ماشي. فمن تاني برضو او قياسا على كده، ممكن يبقى في شخص هو مش قادر، مش ملاحق على الشغل. ماشي. في واحد تاني مش الظروف معاه مش اظرف حاجه، او حتى مش بيجيله شغل كتير، بس غالبا وبنسبه كبيره لو عمل ترويج ذاتي لنفسه فهو يقدر يوصل لحاجه زي كده. دي مثلا بجانب انه يكون معروف او مش معروف. العلاقات ممكن ان هو يطورها، واتكلمنا عن الموضوع ده في فيديوهات سابقه بشكل عام، وفي كتب وفي كورسات وفي حاجات كتير جدا على النت بشكل عام. اللي عايز يعمل حاجه زي كده هيلاقي ايه عنها معرفه كتيره جدا وخبرات ناس بتشاركها وخلافه. المهم فالفلوس وفرص الترقي الوظيفي حاجه تانية. فرصه ان الشخص يعني اللي شغال في المجال من المجالات دي انه يوصل للحريه الماليه. انا بتكلم عن الحريه الماليه بس هنا. الحريه الماليه كتيره او عاليه، بان هو بامثله كتيره جدا. انا مش هتكلم عنها في الموضوع في الفيديو ده. هتكلم باختصار شديد جدا 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 عنها، لان دي حرفيا حوار كبير جدا لوحده. ماشي. بس منها ان هو بشكل بسيط جدا 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 ممكن شخص مثلا يتعلم الحاجه اللي بيعمل اللي هو بيعملها مثلا. في طرق كتير بالمناسبه، طرق كتير قوي والله. بس منها هذكر طريقتين كبار. طريقه مثلا منهم ان هو الشخص ده مثلا والله اتعلم الحاجه دي، يعني مثلا اتعلمها فتره، ونزل هنا فتره تدريب ببلاش، واشتغل هنا مع ناس مش عارف كذا، واشتغل لغايه ما ابتدى يجيب شغل. بعد ما ابتدى يجيب شغل اشتغل على نفسه مش عارف ايه، والحاجات دي كلها مره يعني شهر والتاني والتالت، سنه والتانيه والتالته والرابعه الى اخره. في فرصه من الفرص الكبيره ان هو بعد مثلا ما اشتغل في بلده واخد خبره كافيه، ان هو مثلا بياخد في بلده مثلا يا 1000 جنيه، مش هدي رقم والله، بس 1000 جنيه مثلا. مره ممكن ان هو يسافر بره ال 1000 جنيه دول ممكن يبقوا 10 عادي. ماشي. فدي مره حاجه كده من الحاجات اللي ايه هتخليه مره واحده وصل لمش عارف كذا. فرصه او حاجه من الطرق التانيه، طريقه من الطرق التانيه الكبيره. وانا بتكلم كده يعني بشكل مختصر جدا، ولكن في تفاصيل كتير جدا، وفي يعني ستيب باي ستيب، وفي حاجات يعني خطوه بخطوه ممكن الشخص يشرحها بس مش وقته. المهم، واحده من الحاجات التانيه انه ممكن الشخص يتعلم الحاجه اللي بيعملها، مثلا تصميم، اللي هو مثلا حد بتاع تصميم، او حد بتاع مونتاج اللي هو بتاع تحرير الفيديوهات، او حد بتاع تسويق، او حد بتاع حاجه غير كده خالص. ممكن يتعلم الحاجه يقدمها كخدمه، او يشتغل بيها في شركه او غيره. مره بالتانيه بالتالته يشتغل على مشاريع مختلفه، سنه بالتانيه بالتالته الى اخره. بعدين ممكن يوصل، وبعد بقى ما يعمل اللي هو مثلا ترويج ذاتي لنفسه، بعد ما احترف الحاجه اللي هو بيعملها، ان هو مثلا يقدم عنها مثلا كمثال مثلا محتوى تعليمي بشكل مدفوع، اللي هي كورسات. كورس مثلا هو كورس عن التسويق الجرافيكي اللي هو الجرافيك ديزاين، او كورس عن تحرير الفيديوهات، او كورس عن عمل كذا، او كورس عن عمل كذا. ولما يعمل ده بجانب ان هو يكون عنده بيرسونال براندنج قوي، او اللي هو الترويج الذاتي ومعروف وخلافه، لما يعمل منتج خاص بيه هو، اللي هو منتج تعليمي، كورس هنا او غيره، هو ممكن او قادر ان هو يحقق يعني فلوس كتيره جدا منه. كل طبعا ما بيجيب ناس كتير تشتري، كل ما بيحقق فلوس اكتر وخلافه. المهم ليه بقول ان مش لازم يعمل كده، مش لازم يستنى السنين الكتيره دي كلها؟ لان يعني الناس والله العظيم بيعملوا غلطات كتيره، بس مش وقت الكلام عنها يعني. المهم، انا علشان اخد شخص من خطوه هنا، يعني هو لسه في الدرجه زيرو، علشان اطلعه من درجه زيرو لدرجه واحد مش لازم اكون انا في درجه 10. مش لازم. انا ممكن اكون بس انا في درجه رقم واحد، او في درجه رقم اتنين، او في رقم تلاته، او في رقم خمسه. ماشي. كل ما كان اعلى كل ما كان احسن، بس مش شرط ان انا اكون اعلى. انا الشرط ان انا اكون على الاقل اعلى منه بدرجه واحده بس. درجه واحده بس على الاقل. ده الحد الادنى. ماشي. ده الحد الادنى اللي انا اقدر بيه ان انا اساعد حد. هنيجي بقى لنقطه تانيه، اللي هي حاجه تانيه كده بيقولوا عليها مش وقت. لا، مش وقت، مش عايزين نتكلم عن النقطه دي كتير. المهم، فدي نقطه او سبب ثالث انه ابن حضرتك او اخوك الصغير او ان يكن يدخل مجال من المجالات دي كلها. المجالات الكلام عن الموضوع دي كتير، مش وقت الكلام عنه. اتكلمت عنه في فيديو تاني كبير برضه في السلسله فوق خالص، ممكن ترجع له. بس ما علينا. المهم، ايه بقى الحاجات، ايه الحاجات اللي هو ابنك او اخوك او ايا يكن محتاجها علشان يتعلم مجال من المجالات دي؟ اول حاجه من مميزات برضو المجالات دي ان هي مش محتاجه، اغلب الوقت مش محتاجه حاجات كتير جدا علشان يتعلمها. عكس مثلا مجال زي المجالات اللي هي المتعارف عليها يعني، غالبا ما بتكون محتاجه، حاجات كتير جدا، زي والله مثلا عدد سنين خبره معينه، بجانب ان والله مثلا علشان يبقى كمثال مثلا، علشان يبقى مش عارف يشتغل دكتور مثلا، دكتور مش عارف اسنان مثلا، لازم يبقى عنده هو خاص بيه هو، لازم يبقى عنده عياده، وعنده مش عارف آلات أو معدات يعني بآلافات آلافات آلافات مؤلفة. أو علشان يبقى مهندس لازم يبقى مش عارف عنده أو مثلا يبقى محامي، لازم يبقى عنده مكتب محاماة خاص بيه،
واسم ومش عارف ايه. مش لازم كل الحاجات دي كلها في المجالات دي، لا. اغلب الوقت اغلب الوقت اغلب الوقت بيكون مجرد ان هو اغلب الوقت بيكون محتاج يعني حاجتين ثلاثه. الحاجه الاولانيه اغلب يعني حاجه منهم موجوده في كل البيوت اللي هي النت. محتاج يكون عنده اتصال بالنت، ماشي. ومحتاج ان هو يكون عنده كمبيوتر او لابتوب على حسب يعني. اللابتوب افضل، بس الكمبيوتر يعني لو مش موجود لابتوب فالكمبيوتر يغني. المهم، دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه غالبا ما بيكون، او يا خلينا نقول هم اربع حاجات. الحاجه الثالثه ودي موجوده برضو، موجود منها بشكل مجاني كتير قوي، وموجود منها مدفوع، اللي هي المصادر التعليميه، اللي هو الحاجه اللي هيتعلمها. انا مثلا عايز اتعلم مثلا التصميم مثلا، هتعلمه ازاي؟ ان انا اشوف محتوى تعليمي عن الموضوع ده. في العادي، في الطريق العادي، اللي هو مثلا حد عايز يبقى مثلا مهندس، عشان اتعلم الهندسه لازم اروح كليه واقعد فيها سنين كتيره ومش عارف ايه، او يعني ده اللي هو الكليات مثلا اللي هي الحكوميه وخلافه. او ان انا اروح كليه خاصه وادفع مبالغ قد كده، او حتى في طب، او في مجال اللي هو الاي تي، او اي حاجه من المجالات دي كلها. على الناحيه التانيه نفس النظام، نفس الشيء برضه موجود زيه، ماشي. بس المميز ان الفرص التعليميه اللي هي المجانيه كتيره قوي. ممكن مثلا عشان انا اتعلم تصميم او غيره من المجالات، او برمجه او غيره، في قدامي طريقين كبار جدا جدا جدا. الطريق الاول اللي هو المصادر التعليم المجانيه، اللي هي زي يوتيوب. يوتيوب عليه محتوى تعليمي، حضرتك ممكن ما تكونش عارف ده، بس عليه محتوى تعليمي كتير جدا 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 جدا. ممكن اقول جدا دي لاخر السنه، احنا في شهر 8 تقريبا، انا ممكن اقول جدا دي لاخر السنه. ومش هكفي المحتوى التعليمي اللي موجود على يوتيوب وموجود على النت بشكل عام ومجاني في نفس الوقت. ده اللي هو انا بتكلم عن المحتوى الموجود بشكل او بلغه عربيه، وفي نفس الوقت برضه بلغه انجليزيه. حلو. في مئات الالاف، مش هقول في عشرات او في مئات او في مثلا الافات، لا، في مئات الالاف من المصادر التعليميه المجانيه اللي على النت. يعني بقصده بالمصادر التعليميه؟ كتب، مقالات، فيديوهات، كورسات، مسارات تعليميه. مسار تعليمي اللي هو مجموعه كورسات معينه. يعني عشان مثلا انا عايز اتعلم مجال كذا، بدخل خد الكورس ده مع الكورس ده مع الكورس ده مسار خطه تعليميه. المهم يعني، ده طريق كبير جدا. طريق تاني اللي هي المسار، اللي هي المحتوى التعليمي المدفوع، اللي هو كنا بنتكلم عنه من شويه، اللي هو ايه؟ الكورس. المجال الطريقين كويسين والطريقين شغالين، بس الطريق الاول غالبا ما بيكون محتاج وقت. بمعنى ان الواحد مثلا يروح يتعلم هنا ويتعلم هنا، وحلو بالمناسبه، حلو جدا جدا جدا، لانه غالبا ما بيكون بيساعد الشخص مننا، الراجل او يعني الولد بنت ايا يكن، الحد اللي هو عايز يتعلم الحاجات دي كلها، مجال من المجالات دي، ان هو يروي او يشبع فضوله. تمام. ان هو مثلا انا مش لازم اقيد نفسي بحاجه معينه. بس برضه من سلبياته ان هو الموضوع بيبقى متشعب مشتت، غالبا مش دايما، بس غالبا ما بيكون مشتت شويه، ماشي. اللهم الا لو الشخص مثلا اخد كورس او اخد بلاي ليست او كورس مثلا عن موضوع معين على يوتيوب. غالبا الشخص مثلا اللي هو عمل الكورس ده بيكون مرتبه ترتيب معين. المهم، ماشي. من مميزات مثلا المحتوى المدفوع ان هو غالبا ما بيكون بيختصر الطريق شويه على الشخص. ممكن مثلا يروح يتعلم او يروح بقى ياخد كورسات او كده مدفوعه شويه يعني، مدفوعة، فبالتالي فيها مجهود اكتر، محطوط اكتر. الشخص اللي بيتكلم فيها غالبا عنده سنين خبره في الموضوع او الى اخره، بتختصر عليه الطريق شويه. نفس النظام في المحتوى المدفوع زي ما قلنا. حلو كده. الحاجه بقى الرابعه والاخيره اللي هي الادوات، البرامج والادوات. لو انا مثلا حد عايز مثلا اتعلم التصميم، انا محتاج اشتغل على برامج زي برنامج اسمه الفوتوشوب مثلا. الفوتوشوب ده هو غالبا هو برنامج اللي بيتعمل من عليه التصاميم. حلو كده. او مثلا والله انا حد عايز مثلا اتعلم تحرير الفيديوهات، انا محتاج استخدم برنامج اسمه بريمير او كاب كات او دافينجي ريزولف او غيره. الفكره هنا في حاجه، ان غالبا وبنسبه ما او بنسبه كبيره، ان اغلب كمان بقى المميز يعني، اغلب البرامج والادوات دي، اغلب غالبا ما بتكون مجانيه، او يعني غالبا ما بتكون ليها بدائل مجانيه. يعني مثلا في برنامج زي اللي هو مثلا البريمير مثلا. البريمير ده هو برنامج مشهور جدا بتاع تحرير الفيديوهات. البرنامج ده مدفوع، ليه اشتراك، يا اما اشتراك بمبلغ شهري، اما اشتراك بمبلغ سنوي. حتى الشهري في طرق كتيره ان الشخص مثلا يقدر يجيبه بشكل مخفض، او حتى يشتركوا هو شخص اتنين مثلا يشتركوا، او اكتر حتى ساعات، بس خلينا نقول اتنين بس عشان ده المسموح به. اتنين مثلا يشتركوا اشتراك واحد بس، اشتراك سنوي، هيكون مش فاكر والله بكام، بس مثلا يعني 5000 جنيه ولا حاجه. لما يقسموهم على بعض في الشهر، هيلاقوا ان كل واحد مثلا محتاج يدفع 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300، مش عارف حاجه كده، في الشهر الواحد. لو قارناه بالجامعه، ال 200 جنيه مثلا ما بيجوش، غالبا ما بيجوش مصاريف الشاب من دول
يوم او يومين او ثلاثه بس من الشهر، بس ممكن مصاريفهم شخصيه بس، بعيدا عن الكتب، بعيدا عن مش عارف الملازم، بعيدا عن الحاجات اللي هنا، بعيدا عن الحاجات اللي هناك، صح كده؟ المهم، نيجي بس نرجع بقى لخطوه او حاجه مهمه جدا قلناها في الاول، الا وهي الكمبيوتر. بنسبه كبيره، بنسبه كبيره جدا جدا جدا، الشخص اللي بيتعلم مجال من المجالات دي كلها مش محتاج ان هو يبقى عنده كمبيوتر او لابتوب قوي جدا. لو عنده اي حاجه، اي حاجه غالبا هتشغله في الاول. ليه؟ لان هو حتى لو هو دخل مجال بيتطلب يعني عتاد او جهاز قوي وجهاز بامكانيات كويسه وحديثه وكده، هو في الاول هيكون بيعمل حاجات بسيطه، مهام بسيطه. هو مثلا حد بيعمل مثلا حاجه زي ال 3 دي مثلا، اللي هو ال 3 دي اللي هو مجال اللي هو التصميمات ثلاثيه الابعاد مثلا، مجال من المجالات اللي بتحتاج فعلا جهاز قوي. بس هو في الاول مش هيبقى بيعمل مشاريع تقيله قوي محتاجه كده. لا، هو بيبقى في الاول اصلا بيحتاج يتعلم الرسم، مش عارف يعني، بس بتعلم اساسيات التصميم، بتعلم ازاي يعمل تصميم بسيط خالص، ازاي يعمل مش عارف كذا، ازاي مع الوقت بقى يحسن نفسه وخلافه. بس لو لقيت في ابن حضرتك او اخوك الصغير او ايا يكن الجديه، هو جاد وملتزم فعلا انه عايز يتعلم حاجه من الحاجات دي كلها، انصح بشده الصراحه، انصح جدا جدا انه تستثمروا في الموضوع، لان ده مستقبله. واللي هو بنسبه كبيره المفروض يعني ان هو لما يحسن حياته، زي ما قلنا في فيديو سابق، قلت انا في فيديو سابق عن الموضوع ده، اسمه كده فيديو تحفيزي للشباب فقط او حاجه كده في نفس البلاي ليست. المفروض ان هو لما يتعلم ويحسن من نفسه، هيحسن او هيساعد اهله، سواء مثلا عندهم مشاكل ماديه هيساعدهم في حاجات هنا، هيساعدهم في حاجات هناك، الى اخره من الحاجات دي كلها. فبالتالي استثمار له عائد، بس شرط ان يكون الشخص الولد الشاب يعني هنا ان هو يكون ملتزم فعلا. المهم، فبالتالي هو مش محتاج حاجه قويه قوي في الاول، بس غالبا ما بيكون محتاج في مجالات برضو ما زالت، او تخصصات جوه مجالات ممكن ان هو يستخدمها او يعملها عن طريق الموبايل بتاعه. واحنا في 2024 بس في ناس للاسف لسه ما زال الظروف عندها مش اظرف حاجه او مش احسن حاجه، فما زال مثلا ما بيقدروش ان هم يعملوا باقه نت مثلا في البيت، او الشخص مثلا عنده موبايل تعبان جدا حرفيا ما بيعملش معاه اي حاجه او الى اخره من الحاجات دي كلها. وانا بتكلم عن تجربه، مش هتكلم عن نفسي كتير، بس يعني انا شخصيا اول ما ابتديت التعلم في مجال من المجالات دي كلها، ما كانش عندي نت خاص بيا ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، ولا كان عندي لابتوب ولا غيره. كنت بتعلم من موبايل حقير، موبايل يعني مش حقير بقصد شتيمه، ولكن موبايل متواضع جدا، بسيط جدا. وكنت موصل نت يعني، وصلة النت اللي كانت جالي في البيت او الواي فاي اللي كان عندي في البيت، كنت انا موصل انا وخمس اشخاص، مش فاكر والله، خمسه او سبعه حتى، غيري على نفس وصلة النت. فاقصد يعني ان ما زال في ناس ظروفها صعبه. من تاني، لو لقيت ابن حضرتك او اخوك او ايا يكن عنده جاد وملتزم، ودي الحاجه بقى رقم خمسه اللي نسيت اقولها، جد وملتزم ومحتاج او لازم او يعني هو عنده فعلا اصرار ان هو يتعلم ويغير حياته والى اخره من الحاجات دي كلها، انصح بالاستثمار في الموضوع. حاجه اخيره خالص، ان هو موضوع الالتزام. لازم يكون ابنك او اخوك او ايا يكن لازم يكون حد ملتزم. لازم طبعا زي ما قلنا مثلا ان هو يكون في الاول اساسا بتربوه على كده من هو صغير، بس ما علينا يعني. المهم، فلازم يكون هو ملتزم، لازم يكون هو فعلا جاد، ولما يتعلم او لما يعمل لازم يكون في متابعه عليه. علشان ليه؟ او ليه؟ علشان المشتتات كتيره قوي. انا علشان مثلا، علشان ما زي بالظبط لما يكون مثلا حد عندنا، مثلا حد مثلا يعني ابنك او اخوك او ايا يكن باعتين مشوار مثلا، ماشي، باعتين مشوار رايح يشتري حاجه او رايح المدرسه او ايا يكن، بنقول له ايه في الطبيعي والمتعارف عليه؟ ان احنا بنقول له وانت خارج بص يمين وشمال، ما تعديش الطريق كده من غير ما تبص يمين وشمال. روح مدرستك وتعالى على طول، او روح جيب حاجه واخرج وتعالى على طول. حد وقفك ما توقفش معاه، حد مش عارف يعمل كذا ما تعملش، صح؟ كل دي اسمها ايه؟ تعتبر مشتتات. ماشي، بتعمل يعني هتعمل معاه ايه؟ غالبا يا اما هتعطله، هو مثلا ممكن يروح المشوار او المدرسه او ايا يكن في 10 دقائق ويرجع، ماشي، او هتضره. ممكن مثلا هو واقف مع حد يتخانق فهو يتاخد في الرجلين، او هو مثلا واقف ماشي بيتلكع او مش مركز، لا قدر الله حاجه تخبطه او كده، صح؟ فبالتالي نفس النظام. من تاني برضو، لو شدينا الخط كده على استقامته، او قسنا الموضوع ده بده، او قسنا المثال التشبيه بده، هنلاقي ان نفس الشيء. معلش الكرسي بيعمل صوت مش عارف ليه. المهم، فلو قسنا نفس الموضوع بالتشبيه ده بده، هنلاقي ان المجالات دي كلها برضو فيها تشتيت، لان هو بيتعلم الحاجه دي على النت. لما يدخل على النت، ما زال عنده الفيسبوك، ما زال عنده المواقع الفلانيه، ما زال عنده اليوتيوب، ما زال عنده كذا، ما زال عنده كذا، اللي هي حاجات هتشتته. لذلك يفضل ان احنا نعمل ليه متابعه، خاصه في سن صغير، بالتحديد يعني في سن صغير، علشان الموضوع يبقى فيه تقدم، بدل ما يروح المشوار
في يعني علشان بدل ما يروح المشوار في نص ساعه اللي هي اكتر من 10 دقائق الوقت مثلا بتاع المشوار نفسه، لا يروحهم في 10 دقائق بس. حتى لو راحهم في 12 دقيقه، لو راحهم حتى في 15 دقيقه، ما زال ما راحهمش في نص ساعه. وحتى لو راح في نص ساعه بس راح وعمل حاجه زياده على المطلوب منه، او مش عارف أو ايا يكن أو الى اخره، برضه ما زال هو كويس لان احنا كنا متابعينه. صح كده؟ فبدل ما هو مثلا علشان ما يبقاش اتعلم الحاجه اللي الناس بتعلمها في سنه اتعلمها في 3 سنين، لا يتعلمها في سنه. لو اتعلمها مثلا في سنه 3 4 5 حتى 6 شهور، ما زال حلو لانه ما وصلتش برضه من تاني لل3 سنين او ال4 سنين او ايا يكن. حاجه كمان بقى، ازاي تدعمه في مرحله التعلم؟ ازاي تدعمه؟ اول حاجه، بلاش رجاء، نقطه مهمه جدا جدا جدا، بلاش الكلام اللي هو بيقطم الناس، او اللي هو الكلام اللي هو المحبط، اللي هو بقابلني لو فلحت. ايوه بقى، شوف خليك قاعد لي على الكمبيوتر والمش عارف ايه. زي ما قلنا احنا اتكلمنا عن حاجات كتير جدا، وذكرنا صفات كتيره، وذكرنا يعني شبه نوعا ما خطوات لازم نمشي عليها علشان الولد الشاب يعني مثلا، او ايا يكن الحد اللي بيتعلم المجال من المجالات دي كلها، يكون نوعا ما عمل تصفيه. زي ما في فيديوهات سابقه انصح ان الشخص يتفرج عليها زي ما قلت فوق قبل كده، يعني في قائمه التشغيل بتاعت الفيديوهات دي يعني. بتتكلم عن اختيار المجال وحاجات كتير جدا، وازاي يحط خطه تعلم، وازاي يلتزم بيها، وازاي يذاكر، تقريبا كل حاجه شامله، كل حاجه. المهم ف بالتالي هو المفروض ان هو الشخص، ابنك مثلا أو اخوك او ايا يكن، وهو بيتعلم المجال من المجالات دي كلها، المفروض ان هو يكون هنا ملتزم، هيكون مجتهد، هيكون بيعمل اللي عليه. فبلاش احنا نقطمه، بلاش نقول كلام اللي هو بيسمي البدن، بلاش نعمل الحاجات الوحشه، الحاجات اللي هي بتحز في نفسهم. ليه المره الرابعه؟ لان لان بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني الناس اصلا عندها شكوك داخليه في نفسها. حتى غالبا اجمد الناس بيكون عندهم شكوك في نفسهم، بيشكوا في نفسهم. مش بيشكوا في نفسهم بسبب حاجه، بس يعني طبيعه في البشر بشكل عام. دي نقطه اللي هو مثلا ايه، يقول هو انا فعلا هقدر ان انا اعمل كذا؟ لا، المجال ده مش مجالي، والله مش عارف كذا، ده انا خايف ان انا مثلا بعد ما اهلي استثمروا في كذا، او بعد ما اهلي امنوا بيا او صدقوا بيا او ايا يكن الى اخره من كل الامثله دي، مثلا ما اقدرش اعمل كذا، او ما اخيب ظنهم او اخيب امالهم او الى اخره. الناس الشباب بشكل عام، خاصه الرجاله، خاصه كل ما كان راجل مسؤول او ملتزم، شاب يعني او كده ملتزم ومسؤول، كل ما كان عنده افكار من دي بالمناسبه يعني. فهو عنده الكلام ده اصلا، دماغه يعني بتعصره. يعني هو كده، يعني هو تحت ضغط اصلا. حتى لو هو صغير بالمناسبه، يعني تحت ضغط. بلاش احنا نزود الضغط عليه. دي نقطه. تاني نقطه، المقارنات اللي هو غالبا مر بيها وغالبا لسه بيمر بيها، زي ابن خالتك احسن منك، شايف فلان اللي مش عارف عنده كام سنه او قدك، او وعنده عربيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا قلنا في الاول خالص، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ممكن اتنين اخوات حتى، ممكن واحد ماشي في طريق، وواحد ماشي في طريق، واحد ماشي بهدف ومبادئ ومش عارف ايه الى اخره معينه، فبيوصل لحاجات معينه. ممكن شخص تاني بيمشي من مبادئ وبهدف والى اخره، فبيوصل لحاجه معينه. واحد مثلا يعني بيجري ورا الدنيا فبيوصل ليها وربنا بيديها له عادي بالمناسبه. وممكن واحد تاني ممكن ما بيديهالوش برضه، بس يعني ممكن واحد تاني ماشي في الاخره والى اخره، فبالتالي مش مركز في الدنيا، فعادي ربنا مش يعني فاهم. يعني في والله احاديث كتيره جدا وتشبيهات كتير كانت في بالي، سبحان الله هربت من بالي، بس ما علينا يعني. المهم كنت بقول بلاش مثلا بجانب المقارنات، اللي هو مثلا هو برضه زمان مثلا اللي هو ايه، شوف فلان جاب مجموعه قد ايه وانت ما جبتش او الى اخره. حاجه كمان غير ده وغير ده، ان دخول مجال من المجالات دي كلها اصلا تحدي وصعب. عامله بالظبط زي واحد بيعوم مع الموج، ومره واحده او في وقت معين قرر انه يعوم عكس الموج، وبقى له مثلا سنه واثنين وثلاثه وعشره بيعوم مع الموج. فبالتالي عايز يكسر الموضوع هيبقى سهل، الموضوع هيبقى صعب جدا. ليه؟ لان هو مش هيلاقي كده، يعني مش هيلاقي، اول حاجه مش هيلاقي دعم من اللي حواليه. اغلب الناس بيعوموا مع الموج. طيب دي نقطه. تاني نقطه، اغلب الناس برضو اذا انت بتتعلم كذا، ها بقابلني لو فلحت. اذا انت بتتعلم كذا، ويبصوا له من تحت لتحت. اذا انت بتتعلم كذا كذا، بقابلني لو مش عارف كذا الى اخره. صح؟ فبالتالي هو بيعمل حاجه ضد او عكس التيار، عكس اللي الناس كلها بتعمله، عكس اللي الناس كلها عارفاه. مش لاقي دعم، الطريق غالبا مشوش. ودلوقتي الحمد لله في مصادر تعليميه وحاجات كتير جدا، عكس ما كانت من 10 سنين فاتوا مثلا، ومن 20 سنه فاتوا، ومن 5 سنين حتى فاتوا. بس اقصد انه ما زال برضه لسه الموضوع فيه ضبابيه، مش واضح قوي ليه. ماشي.
لاسباب كتيره، مش عايزين نطول الفيديو اكتر من كده. لاسباب كتيره جدا. هو بيكافح وبيعافر ومجتهد وبيعمل اللي عليه بنسبه كبيره يعني. فبلاش احنا نقطمه ونضغط عليه ونعمل الحاجات الوحشه دي. رجاء، الكلام ده بيأثر في نفسيه الاولاد، بيفتكروه للاسف، بيفضلوا فاكرينه. بتكلم عن تجربه بالمناسبه، يعني مفيش حد تقريبا ملوش تجارب في الموضوع ده. او يعني خلينا نقول السواد الاعظم، النسبه الكبيره جدا جدا من الشباب، بالذات الرجاله وبالذات الاولاد، لان هم يعني الراجل هو عمود بناء المجتمع كله بشكل عام يعني. فالراجل هو المسؤول، هو اللي بيشتغل وبيصرف على البيت، سواء مثلا او بيساعد اهله لو هو صغير مثلا، وبعدين بيتجوز وبيصرف على البيت من اوله لاخره، حاجات كتير. المهم يعني المهم، فمن تاني الرجاله بيكونوا تحت ضغط كبير، بلاش نضغط عليهم احنا زياده. انتوا اهلهم، انتوا يعني اللي هو زي ما بيقولوا كده يعني الملجأ ليهم بشكل عام. بلاش تضغط عليهم، بيفضلوا فاكرين الكلام ده حتى لو نسيوه مع الوقت، بس بيفتكروه في مواقف معينة أو في حاجات معينة، أو حتى بتشوفوه، أظن بتشوفوه مع كلامهم أو في كلامهم، اللي هو أهلي يعملوا معايا كذا، أنا مش هعمل مع أولادي كذا 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 إلى آخره، صح؟ المهم، حاجة أخيرة خالص، هقول نفس الحاجة اللي بدأت بيها في الأول، ألا وهي مش عايز اي كلمه من اللي انا قلته لغايه دلوقتي تتفهم بان انا بتكلم او بقول او ب... بدل او برشد او بوجه الناس ان هم يعني يعبدوا الدنيا، ماشي؟ يعني او يجروا ورا الفلوس او الى اخره من الحاجات دي كلها. لان كل ما الشخص لما بيعبد حاجه، الحاجه دي بتستعبده. شخص بيعبد الفلوس بيسعى ليها ليل نهار، الفلوس هتستعبده حتى لو كان معاه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، انا حلفت 3 مرات، والله العظيم للمره الرابعه، مهما كان معاه، مش هقول لك بقى معاه مثلا مئات او الافات الجنيهات ولا مئات الالافات، مهما كان معاه مئات الالافات من الدولارات، او معاه ملايين، او معاه عشرات او مئات الملايين من الدولارات، مش اللي هي اغلب الناس مش هتوصل لها، مهما كان معاه مئات الملايين من الدولارات، بس هو الفلوس مستعبداه، او هو سوري، هو عبد الفلوس، فبالتالي الفلوس استعبدته. تمام؟ اللي بيعبد حاجه، الحاجه دي بتستعبده. اللي بيعبد او اللي هو مثلا بيقدر او بيدي مثلا يعني مثلا صحابه قيمه كبيره جدا 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 في حياته عن مثلا ربنا وعن اهله مثلا وعن حاجات كتير جدا، مبادئ وقيم وخلافه، صحابه بيستعبدوه، بيقلوا منه، بيستغلوه، بيعملوا حاجات كتير جدا مع، حتى لو كان هو الراجل الاجمد حد في الشله كلها، ما زال برضه بيستعبدوه. فمن تاني، اللي بيعبد حاجه، الحاجه دي بتستعبده. اللي بيعبد فلوس، الفلوس بتستعبده، حتى لو كان، والله العظيم للمره السادسه او للمره الخامسه مش فاكر، يعني تكمله على الحلفانات السابقه، مع اني ما بحبش احلف كتير، ولا تطع كل حلاف مهين، الايه بتقول كده. بس والله للمره السابعه تقريبا، ان اللي بيعبد حاجه، الحاجه دي بتستعبده. فمش معنى كلامي ان بلاش، او مش عايز مش عايز حضرتك، مش عايزك يعني حضرتك لو عندك ابن، او مش عايزك انت لو شاب مثلا زيي او قدي او اكبر، شويه صغير او كده، عندك اخ، مش عايزك تفهم كلامي ان انا بقول لك خليه يتمسك بالدنيا وشيل الدنيا كده، شيل كده وحطها في قلبه، لا خالص، بالعكس. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا خلق افقر واحد في خلقه كلهم من يوم ما خلق البني ادمين لغايه يوم القيامه، وخلق اغنى واحد اللي هو قارون مثلا او غيره، من اول ما خلق او ايلون ماسك مثلا دلوقتي او غيره، من اول ما خلق البني ادمين لغايه يوم القيامه. الاثنين دول وما خلقت واقوى واحد واجمل واحد واكتر واحد عنده نفوذ واكتر واحد عنده علاقات واكتر واحد عنده مصادر واكتر الى اخره. ربنا ما خلقش كل الناس دي بقى اللي هم الصفوه، اللي بنسموهم صفوه يعني. والانبياء زي ما قلنا، الانبياء والرسل والصحابه، كلنا كده ما اتخلقناش غير علشان نعبد ربنا. فاحنا جايين الدنيا، والدنيا دي فتره قصيره جدا جدا جدا، فتره اختبار، فتره استعداد. عامله بالظبط زي واحد مثلا ايه، رايح عنده مثلا امتحان بعد بكره، ماشي؟ فهو مثلا قدامه وقت، شاب مثلا قدامه وقت، عنده مثلا 10 ساعات عنده مثلا في اليوم، بجانب مثلا نومه مش عارف ايه، عنده كل يوم مثلا 15 ساعه، ماشي؟ عنده 15، عنده 30 ساعه بس على امتحان مصيري يحدد حياته مستقبل حياته كلها، ماشي؟ فهو هنا لو مثلا يعني في اليومين دول خرج راح مشوار، وقعد مره، قعد شويه مع اصحابه على القهوه، ومش عارف مره ثانيه مش عارف اتفرج على مسلسل، الناس لما تشوفه، لو حد مثلا شاف انت مجنون يا ابني، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ نفس النظام المفروض ان هو يعني يستعد للامتحان اللي جاي عليه. نفس النظام احنا حياتنا مهما طالت فهي قصيره جدا في عمر الكون، ماشي؟ وفي عمر، وفي حياتنا احنا كلها على بشكل عام، مهما عاش الواحد مننا سنه، 2، 10، 20، 30، 50، 60، 70، 100، 100 سنه، 200 سنه، مفيش بني ادم دلوقتي على الاقل، مفيش بني ادم بيعيش 200 سنه، ماشي؟ بس حتى لو الشخص عاش 200 سنه، فهي مقارنه بالحياه اللي هي بقى الاخره، هي حرفيا
مش هقول نقطه في بحر لان هي مش حاجه. لو قارنا 100 سنه او 200 سنه او 500 او 1000 سنه بالابديه اللي هي حياتنا يعني ما بعد الموت والاخره وخلافه، الابديه مش حاجه. زي بالظبط ما نقارن نقطه ميه او لتر ميه او 10 لتر ميه بالمحيط، بميه المحيط، صح؟ فبالتالي فتره اختبار حياتنا مهما طالت هي قصيره. احنا في فتره اختبار المفروض ان احنا نستعد للي جاي، بس احنا بنعمل اللي علينا، بنسعى وبناخد بالاسباب علشان نقدر يعني نجيب فلوس نقدر نصرف بيها على اهلنا ونعمل الالتزامات اللي علينا والى اخره. واهم من ده كله طبعا ان احنا نكون بنعبد ربنا وبنستعد للي جاي. خلصنا لحد كده، معلش الفيديو طول، بس اتكلمت في نقط كتير جدا. يعني اتمنى ان انا اكون وضحت او غطيت كل النقط اللي يعني المفروض نغطى. لو في اي اسئله عند حضرتك او عندك يعني لو انت شاب تاني اكتبوها لي في الكومنتات، او حد ممكن يبعت لي في اي مكان بشكل عام عن نفس الموضوع، هجاوب بكل اللي عندي بشكل عام. وخلاص لحد كده شكرا لوقتكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جاي.